مفاجأة من العيار الثقيل. النهاردة تم الإعلان عن خبر هز كل مواقع السوشيال ميديا بعد وفاة الفنان والموسيقار حلمي بكر. إلهام شاهين أنا زوجة حلمي بكر. تعالوا نشوف ايه الخبر اللي تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي ومدى حقيقته، وليه تم الاعتراف دلوقتي بعد وفاته وبعد الإهانة للأسف اللي تعرض ليها في أواخر أيامه. بالفعل تعرض لكمية قهر وذل قبل وفاته غير طبيعية، عانى جدا جدا من مرضه وتعب جدا في أيامه الأخيرة، لدرجة إن زوجته هي اللي رمته في أحد المستشفيات وكمان ما سألتش عنه بعدها. حلمي بكر رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 86 عام، ولكن الجدير بالذكر إن بعض المقربين منه بيقولوا إن هو كان متجوز من فنانة شهيرة جدا، وإن الفنانة دي سحبت كل فلوسه وهي اللي وصلته للوضع اللي هو فيه ده قبل زوجته الموجودة معاه، وبالمعنى أصح إن هو ملوش حظ في حياته. كل زيجاته كانت بالفعل بتنتهي بالفشل أو بالإهانة. حلمي بكر قبل وفاته كان كتير بيروح يصور معاه وصوروا له اللحظات الأخيرة، قد إيه كان بيتألم ألم شديد جدا خلال قبل وفاته بأيام، وإن هو ما كانش لاقي أي حد يسأل عليه. دلوقتي كل الممثلين بيتهافتوا علشان يقدموا واجب العزاء في الموسيقار حلمي بكر. ولكن ايه مدى حقيقة خبر زواج او ان الفنانة إلهام شاهين كانت زوجة الموسيقار حلمي بكر، وليه تم الاعتراف دلوقتي؟ ومعقولة إلهام شاهين كانت متجوزاه في السر؟ ايه الحقيقة بالتحديد؟ معروف ان الفنانة إلهام شاهين بتثير الجدل، واللي حدث مع الفنان الموسيقار حلمي بكر كان صعب وكارثي جدا جدا، وده كشف ناس كتير مقربة منه ان انتوا بالفعل معظم الوسط الفني وسط عفن او وسط كل واحد بيقول يلا نفسي، علشان كده حبوا يدخلوا الأمور في بعضها وإن الناس تتشغل بأخبار ممكن ما تكونش حقيقية أساسا علشان ينسوا الخبر الحقيقي اللي تعرض ليه حلمي بكر، بعيدا عن إنه موسيقار كبير وقدم مجموعة كبيرة جدا من الألحان لعظماء أو الكبار الفنانين، ولكن اتعرض ليه حاجات بشعة. فحبوا يشغلوا الناس بخبر ان إلهام شاهين كانت متزوجة من حلمي بكر وانها بتطالب بحقها في الميراث. طب هو ما عندوش اساسا ميراث وما عندوش حاجة، بالعكس ما كانش لاقي مكان يتعالج فيه. للأسف زوجته كانت أخدت منه كل حاجة، وكانت أمنيته في حياته إنه يعيش أكتر علشان يفرح ببنته وعلشان يفضل جنبها. فيا جماعة الخبر اللي انتشر ده بالفعل مش حقيقي تماما، ولكن انتشر كتير جدا من بعد إعلان خبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر رحمة الله عليه.